ايه اكيد كلكم مستعدين للحظة المنتظرة، فراح احط لكم عداد ومدري شنو هاي الكلاوات حتى نسوي دراما وهالامور. ايه يلا 3 2 اسمعوا هاي بالبداية، اسمعوها. اقزقز مو اتحمل باع الكرش. كاف عيب اول فيس كام تقزقز على بقرة. هلا رجع المكان احسن. شو هاي شلون مسوي الحركة اللي بالصورة هيجي مدري. المهم اي شي. من يوم فتحت قناتي اللعينة وتورطت ناس تسألني عن الفيس كام، وقت تسوي فيس كام ليش ما تطلع وجهك، واقول لهم ما راح اسوي، بس اليوم غيرت من رأيي شويونة. ايش ويونة؟ ايش ولا نفس، وراح تفهمون السالفة بعد دقائق. قبل من نجي سالفة المارد الازرق فحدث ولا حرج، كل يوم يجيني واحد شفت صورتك على المارد الازرق، يكون شالك المارد الازرق وشمرك بالشط. شقيتني شق انت وهذا الكلاوتش اللي حاط صورته عساساني، وحق محمد بيطن تنمر ويستاهله طبعا، بس ربك ستر اني ابد ما تنمر على الوادم. هسه ماكو كل يوميه واحد جايب لي صوره وجاي، وهذا انت عمي والله مو اني، مو شقيتوني شق يعني، هم يجيك هو وهم جايب لك صوره كلاوات واني اللي اطلع كذاب. هاي شنو هاي؟ فراح اروح للحظه اللي كلكم منتظريها. مستعدين؟ شو بالله كتبوا لي مستعدين. طبعا انا متاكد اللي دا يقول لي هسه اي مستعد تلقاه لو نايم صفح لو حاط ايده بخشمه ودا يبحث في عمق المواضيع. مع المتابعين وادري بيهم. 3 2 1 ترى هذاني. يس نعم هذاني. تحت هسه لا تكذب هذاني. يا اخي ليش احس سالفه تعبانه من واحد على غفله يطلع وجهه؟ شلون هذا اليوتيوبر الاجنبي صار ميم تالي؟ Hey what's up guys, it's Scares here. بس انا صدق تذكرت اني ما راح اطلع وجهي. فهلا خي، هلا رجعنا وياكم بفيديو جديد. نعم هذاني، ولو هو يعني هذا اي، بس هذا الموجود حبيبي. انتو ردتوا فيس كام، هذا فيس ولو هو يعني ايه فيس خاتل، وهاي كام. هذا اللي راح تشوفوه مني. خاف واحد هسه يقول اني دا اغشه. شوف هذا جلد، شوف هذا جلد يعني مال فيس. اي انا عندي فيس مثلكم. شوف حتى اجيب لك الفيته. شوف ساي من هنا لهنا هاي 4 سنتيم، اذا نحسب من هنا همين فد 3 من هنا 12 سنتيم شباب. نعم الحمد لله والشكر. قولوا مقصر وياكم اني. المهم اكيد عجبكم اللي تشوفوه بدون ما اشحتكم ما يعجبكم. ثانيا مو زين مطلع لكم 12 سنتيم وما صرت مثل باري. اي وادري هسه الكل راح يبدا يسال كم سؤال، فخل اجاوبها من هسه وارحم روحي. يعني اول سؤال ليش ما اطلع وجهك كامل؟ شوفوا شباب حشرح لكم السالفه يعني بعمق، اوكي؟ لان انا ما اريد، وهاي هو هذا العمق مالتي. والسؤال الثاني ليش كمامه ومناظر؟ ليش مو مثلا قناع يعني؟ ايه شوف انا كنت رايد قناع شباب، بس من بديت ادور تصنيف الله شاهد يعني ويخربان ضحك والله. قلت تخيل البس هنا اطلع شخصيه كرتونيه، فغلست على القناع لما ممكن فد يوم القى فد شي مناسب على ذاك الوقت البسه. ولهذا اختاريت الكمامه لان كنا تعودنا عليها، فمن تشوفوني بيها ما تستغربون يعني فد شي طبيعي. يعني مثلا احسن ما تشوفوني هيك. ومن هسه اريد انبه واحذر اي واحد يكتب لي بالتعليقات انزع الكمامه طلع وجهك ما ادري شنو. ليش؟ لان هسه سبحان الله شباب بالصدفه، صدقوني صدفه ما حكذب عليكم، قبل ما جيت اريد اسجل صارت قصه قدامي قلت خل اقراها وانقلها لكم. طبعا القصه حصلت في طيحان حظستان، وتقول القصه انه اكو فد يوتيوبر المتابعين مالته ابد ما يلحون وياه ابد، لا راست لا وكل ما يقعد من النوم الصبح يشكر ربه عليهم ويحمده، يا ربي الحمد لله والشكر على هيك متابعين طايحين من السماء. راح بالكم. المهم هالقد ما هم مرتبين وما يلحون ابد وياه. ففد يوم طلع فيس كام لابس كمامه، فسووا النوب طلعوا له سالفه جديده وقالوا له شو وقت تنزع الكمامه حتى يضوجوه مو على مود شي، لان هم يدرون كل زين ما راح ينزعها. سوى هذا اليوتيوبر فكر المهم قال لك خلي اعزمهم، فعزم المتابعين على عزيمه واوقد نارا عظيمه. ايه فهم عبالهم راح يشوي لهم، لان هاي حياتهم بس يفكرون بالاكل، ماكو شيء جديد، ما يدرون انه راح يشويهم شوي. خاصه شكو واحد
كان يريد يضوجه بالتعليقات بسالفة طلع وجهك وما ادري شنو. فلهنا شباب المفروض انتهت القصة وعاش اليوتيوبر والمتابعين حياة سعيدة، لان هم ما كتبوا له بالتعليقات فلا حرقهم ولا ابد. فاكيد عجبتكم القصة شباب، وراح تستفادون من العبرة اللي كانت بيها وبحياتكم وتطبقوها، وابد ما تضايقون اليوتيوبرية، ابد ما تضايقون كل اليوتيوبرية وتلحون عليهم. واذا شوف فد واحد هسه هو يعني شقي ينزل للتعليقات جلده دا يحكه، اقعد واستقر دا راقبك. المهم بالنسبة للمحتوى شباب، فمثل ما سولفت بفيديو سابق انه حجرب هواي اشياء جديدة، لان الكاميرا تفسح مجال محتوى اكبر. ان شاء الله يعجبكم المحتوى اللي حتشوفوه، مثل ما عجبكم هذا الوجه، قصدي نص وجه، وحتى مو نص شاهد، نص ربع للأمانة، يعني حتى أكون واقع وياكم وما أغشكم. المهم ما حبيت أسوي هذا الفيديو طويل، نترك الباقي للفيديوهات الجاية. وهسه تقدرون تتركون رأيكم بالتعليقات عن أي شيء عجيب شفتوه بهذا الفيديو. أبد ماكو شيء عجيب بهذا، هو الفيديو كله عبارة عن أشياء عجيبة. يلا نشوفكم على الفيديو الجاي، واللي ضايج ويريد يشوف شيء ضوجة اكثر خليه يشوف هذا الفيديو، لان هذا الفيديو مو مثل اي فيديو شباب، هذا فيديو خاص، واذا ما شفته راح تفقد من عمرك 3 سنين فقط. يعني مو مثل بقية اليوتيوبر من يقولوا لك كل عمرك، لا حبيبي مو كل عمرك، 3 سنين فقط. ف جود باي رجل البحار عاد شوف هذا جلد باوع، هذا جلد، هذا يعني فيس بالانجليزي، الجلد فيس، اوكي، وجه من بالانجليزي الجلد فيس، وات قصدي يعني سكن جلد. وهذا حظل اسولف بهاي الساعه ما نخلص اليوم والله. المهم